طبعا كلنا عارفين الداية اللي هي وظيفتها تكون سبب في خروج الأطفال للدنيا علشان يعيشوا. بس قصتنا النهاردة عن داية كانت سبب في موت الأطفال بمجرد ولادتهم بأبشع طريقة. ومش كده وبس، كانت بتعمل حاجات أفظع، وكانت بتعمل كده علشان كمل القصة للآخر علشان تعرف حكاية نعمة داية. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بطلة قصتنا النهاردة اسمها نعمة أو مساعد. كانت بتشتغل زمان داية، يعني بتولد الستات. الشغلانة دي كانت معروفة في القرى والنجوع، ما كانش الطب والمستشفيات في كل حتة زي دلوقتي. القصة دي حصلت وهي صغيرة، جوزها مات وساب لها سعد عيل ما تمش السنة. كانت أشهر واحدة بتولد الستات في القرية بتاعتها. وفي يوم قابلها واحد اسمه الشيخ خضر، وده راجل بتاع سحر وأعمال، وقال لها: ازيك يا مساعد، مش قلتلك تعدي عليا؟ عاوزك ضروري. قالت له: وعدي عليك ليه؟ لا هفك عمل ولا هكتب حجاب، ربنا يحفظنا من عفاريتك. قال لها: هستناك النهاردة، عاوزك في مصلحة حلوة وانت عارفاني. فعلا نعمة على اخر النهار راحت له، وعقبال لما وصلت كانت الدنيا ظلمت. الباب كان موارب، فتحت الباب بالراحة وهي بتقول: يا شيخ خضر. رد عليها وقال لها: ادخلي يا مساعد، في حد معاكي؟ قالت له: مفيش الا الواد ابني على كتفي. وهي داخله كانت مرعوبه من البيت. البيت كان عباره عن طرقه طويله، وكان قاعد في اخر الطرقه وقدامه نار عاليه، وجنبه شويه قش على الارض. اول ما قربت منه صرخت ورجعت لورا من المنظر اللي شافته. قال لها: خفت ولا ايه يا مساعد؟ امال لما تعرفي اللي انا جبتك علشانه هتعملي ايه؟ نعمة قالت له: ايه اللي جنبك ده؟ ده نايم ولا ميت ولا جراله ايه؟ رد عليها وقال لها: امال لو ما كنتيش انت اللي مطلعاه من بطن امه؟ قالت له: ده ابن سناء مرات سيد، وانت جبت العيل ده ازاي؟ مصيبة لا تكون طلعته من تربته. قال لها: ايوه طلعته واطلع ابوه كمان. قالت له: انت عاوز مني ايه؟ وفجأة شاور الاتنين معاه، واحد منهم شد سعد من امه وكانت بتقاوم علشان ما ياخدوش منها، والراجل التاني ضربها على دماغها اغمى عليها. فاقت لقت نفسها مرمية على الارض والبيت كان فاضي. فضلت تصرخ وتقول: خضر قتل سعد، خضر قتل ابني. وخرجت الشارع وكانت زي المجنونة. وهي في طريقها لبيتها قابلت خضر، مسكته من هدومه وقالت له: رجع لي سعد، قتلته ولا لسه؟ مسكها من شعرها وقال لها: يا خلاص يا مرة، ما اسمعش صوتك وامشي معايا. دخلها بيتها وقال لها: عاوز سعد يرجع لك صاغ سليم يبقى تسمعي كلامي، غير كده اعتبر ابنك هو الضحية اللي جاية. قالت له: موافقة على اي حاجة، بس رجع لي ابني. قال لها: كل اللي عليك تعمليه وانت بتولد الحريم هتخنق العيال المولودة. المهم العيل يموت ويدفن في نفس اليوم اللي اتولد فيه. ومش كده وبس، هديك ورقة عليها رسومات ترسمي زيها على جسم مولود. قالت له: ازاي هعمل كده واهل الطفل هيكونوا معايا؟ قال لها: اتصرفي وما تخافيش، الرسومات دي هتختفي بعد ثواني من رسمك ليها. ما كانش قدامها حل تاني غير انها توافق على اللي طلبوا منها. في نفس اليوم جات لها واحدة ست اخدتها علشان تولد بنتها. وقتها كان قلبها محروق على سعد ابنها. راحت مع الست وجواها شيطان ماشي على الارض. اول ما وصلت طلبت منهم يسيبوها مع الست اللي بتولد لوحديهم. واول ما ولدتها كتمت نفس العيل لغاية ما مات، ورسمت عليه نفس الرسومات الغريبة اللي طلبها منها خضر. وقالت لامه: يعوض عليك ربنا يا اختي، الولد نزل ميت. قالت الكلمتين دول وخرج بسرعة وهي سامعة صريخ الام على ابنها. قعدت في حتة قريبة من البيت وفضلت مستنية لحد ما شافتهم اخدوا العيل الميت، حفروا له وسط التراب ودفنوه. الدنيا كانت ليلت. اخدت كيس اسود وحفرت وخرجت العيل من الكفن وحطت مكانه حجر ودفنت الحجر. واخدت العيل الميت في الكيس وجريت بيه على بيت خضر وهي حافية. واول ما دخلت رمت العيل قدامه على الارض وقالت له: عاوزة ابني، عاوزة سعد. خضر قال لها: اقعدي بس وخد نفسك. وطلع فلوس من جيبه وكان مبلغ كبير وقال لها: خد دول واسمع مني المفيد.
اللي جاي تقيل والفلوس هتجري في ايدك. قالت له انا عاوزة ابني وامشي من هنا ومن البلد كلها. جاب لها ابنها وكانت هتمشي، لقيته قال لها اسمعي كلامي هتكسبي كتير. كانت دي اكبر غلطة عملتها، انها وقفت علشان تسمع منه. قال لها مع كل عيل هتجيبيه هتاخدي زي دول، وخليكي فاكرة لو حد عرف حاجة يبقى ترحمي على سعد يا مساعد. اخذت الفلوس وجريت على بيتها ودخلت وقفت الباب عليها. الليلة دي نعمة ما جالهاش نوم، كانت خايفة ومرعوبة، وفضلت تقول لنفسها هو بيعمل ايه بالعيال الصغيرة. صوت العيل اللي قتلته ما فرقتهاش. تاني يوم خرجت علشان تقضي حاجات ليها، واول ما وصلت لقت خضر سحبها لجوه وقال لها شكلك نسيت اللي اتفقنا عليه. قالت له قتل عيال تاني انت شيطان. قال لها خلاص اعتبر الدور اللي جاي على سعد، لو خايف على ابنك تعالي بكرة. بعد ما مشي خضر نعمة فكرت تهرب على بلد تانية وتنسى كل حاجة، لكن فجأة لقت سعد ابنها بيكح جامد ونزل دم من بقه. ساعتها فكرت ان الشيخ خضر ممكن يكون عمل سحر له وهيموته بالسحر. تاني يوم راحت له البيت وقالت له عاوز مني ايه؟ قال لها عاوز العيال تموت وتجيبي له جثثهم او تعرفي لي فين وانا هنخور براحتي. قالت له انا مالي بالاعمال السودة دي، ما التراب عندك مليانه بالميتين. قال لها ما تساليش ومالكيش دعوه، كل اللي عليكي تجيبي العيال وتاخدي عرقك. خرجت من عنده وهو فاكر انها مشيت، بس هي كانت مستخبيه وفضلت مراقباه لحد ما خرج. مشيت وراه وكان معاه الكيس اللي فيه العيل لحد ما وصل لبيت قديم قوي. فضل يخبط على الباب وحد فتح له ودخل وهو بيقول الشيخ خضر وصل يا رجاله. نعمة دخلت وراه البيت، كان ضلمة ومليان حفر كتير. سمعت الشيخ خضر وهو بيقول ده رابع عيل اجيب يا مولانا والباب ما اتفتحش لحد دلوقتي. واحد رد عليه وقال له اللي ورا الباب جدودك ضيعوا عمرهم وهم بيدوروا عليه، شوف لنا الولية الداية دي هي اللي هتعرف تجيب لنا اللي احنا عاوزينه. خضر قال له ايوه يا مولانا، لكن عاوزين طريقة تانية غير موضوع العيال الصغيرة دي نفتح بيه الصخرة. الراجل قال له طريقة تانية ايه؟ بعد ما السبع رجالة اللي فضلوا يحفروا في الصخرة اللي في وش الباب لغاية ما اتدحرجت عليهم وقتلتهم والصخرة ما اتحركتش غير لما جبت العيال الصغيرة دي. في اللحظة دي في عامل شاف نعمة شدها من هدومها لغاية ما رماها قدام الراجل اللي بيقولوا لي يا مولانا. الراجل سألها انت مين يا مرة؟ خضر قال له دي مساعد يا مولانا، الداية اللي جابت لنا عيل قبل كده. مولانا قال لها على ابني فيك قلبك الميت، انت دلوقتي بقيت واحدة مننا وهتشتغلي معانا. نعمة قالت له اشتغل ايه؟ انا عاوز امشي من هنا. لقيت كف نزل على وشها والعامل بيقول لها مولانا بيتقال له حاضر وبس، سمعتي؟ مولانا اداها فلوس كتير وقال لها عاوزك تجيب العيال وتسلميهم لخضر. خرجت من البيت وهي عمالة تجري لحد ما وصلت لبيتها. اخذت سعد ابنها من جارتها ودخلت البيت وقفت عليها، ما كانتش عارفة تعمل ايه. ندمت انها مشيت ورا خضر. اكلت سعد ونيمته وسندت دماغها على الحيط. سرحت وتخيلت نفسها بتولد واحدة ست، ولما ولدتها وهي بتخنق العيل وهو لسه نازل لحد ما موتته. اول ما مات ونفسه اتقطع بتبص في وشه لقيته سعد ابنها. اتخضت وبقت تصرخ، وفجأة لقت حواليها عيال صغيرة كتير فضلت تقتل فيهم وتخنقهم بغضب. صوت العيال كان عالي وبقى يصرخوا جامد وبقت عمالة تسد ودانها من صراخهم. فجأة صحيت على صوت صريخ سعد، جريت عليه واخدته في حضنها. لقت الباب بيخبط جامد وهي متعودة على كده علشان ساعات بتجيلها حالات ولادة بالليل. لقت واحد بيقول لها والنبي يا مساعدة تعالي الحقينا، مرات الطلق ماسك فيها وبينها خلاص هتولد. خرجت معاه وسابت سعد نايم. الست ولدت توأم. اثناء الولادة افتكرت طلب مولانا والفلوس اللي اداها لها، ما حسيتش بنفسها الا وهي بتاخد العيال على اساس تحميهم. غرقت عيل منهم في المية فطسته لحد ما مات وسابت التاني يعيش، وقالت لامه وابوه العيل رفيع مات ما استحملش، باين عليه اتولد ضعيف قوي. محدش شك فيها وخرجت من البيت. كان النهار طلع، روحت بيتها وكانت حاسة
إن في يوم اللي بتعمله هيترد لها في ابنها سعد. بالليل نايمت سعد وفجأة شافت حاجات غريبة في البيت. شافت عيال صغيرة وبيحدفوها بالطوب وهي خايفة واقفة جنب الحيط وبتبعد عنهم. فضلت تصرخ وتعيط بس صوتها ما كانش طالع. كانت عارفة إن الأطفال دول من الجن أو أرواح الأطفال اللي هي موتتهم، وكل ما تتحرك خطوة لورا تحس كأن رجليها جات على طفل وداست عليه. فاقت على خبط محسن العامل اللي بيخدم مولانا وهو بيقول لها لازم تروحي دلوقتي للشيخ خضر. كانت خايفة يعمل فيها حاجة. أخدت سكينة معاها وحطتها جوه هدومها. دخلت على خضر لقيته مولع ولعة وكأنه بيعمل بيها حاجة زي ما يكون سحر. خضر قال لها ازيك يا مساعد، مولانا فرحان بيكي قوي وهيحتاجك في شغل كتير. نعمة قالت له انا خدامة مولانا بس انت بعتلي ليه النهاردة؟ قال لها اصبري هخلص واديك الامانة. وبعد شوية اداها ازازة فيها مية لونها اخضر وقال لها هتجيب الست الحامل اللي حملها فوق ال6 شهور وتعزميها ببيتك وتشربيها من الازازة دي بطريقتك. الست اللي هتشرب يعرف انها هتولد في نفس اليوم ومن هنا تيجي مهمتك وانت عارفة هتعملي ايه. نعمة اخذت الازازة وهي في طريقها قابلت واحدة بنتها حامل عزمتها تيجي عندها، وفعلا الست جت ومعاها بنتها الحامل وشربت البنت من الازازة وبالفعل البنت ولدت بس الولد نازل ميت اصلا من المشروب ده. نعمة فرحت ان مهمتها بقت اسهل دلوقتي. تاني يوم قالت تروح للبيت اللي فيه مولانا تطلب منه قرشين زيادة. المكان هناك كان شبه مهجور، كل ما تقرب من البيت جسمها يتراش اكتر من كتر الخوف. فضلت تخبط لحد ما محسن فتح لها وبيقول لها ايه اللي جابك بالليل كده يا مساعد؟ قالت له جاي اقابل مولانا. دخلها ومكانش في اي صوت يقول ان في حد في المكان. مشوا لحد ما وصلوا لحفرة ضلمة بس كان ليها سلم. نزلت تحت لقيت مولانا قاعد على كرسي والمكان ريحته مكمكمة. فضلت تتلفت المكان، كان فيه رسومات غريبة على الحيطان. كان مكان أثري وكان فيه 4 توابيت وكان فيه صخرة كبيرة بتسد باب مقفول. مولانا قال لها عاوزين نوصل للي ورا الصخرة دي، بقالها شهور بنشتغل فيها، عاوزين تشد حيلك معانا وتجيب المطلوب. اداها فلوس كتير وهي قررت تعمل كل اللي هو عاوزه. فضلت تجيب له عيل ورا التاني لحد ما البلد كلها عرفت ان اي عيل هيتولد على ايديها هيموت وسمعتها باظت في البلد. وفي يوم محسن جالها وقال لها خلاص هانت، الصخرة قربت تتزاح والكنز يطلع وكل واحد ياخد نصيبه. فرحت بكلامه لكن خايفت لما قال لها اللعنة هتصيب كل اللي له يد في فتح المقبرة دي وياما عمال ماتوا بسبب اللعنة. مولانا لما بدأنا نحفر زمان قال لنا ان الجن اللي عليها مش سهل وطلباتهم محدش يقدر عليها، ولغاية النهاردة الجن بيتعرض لينا. حتى الشيخ خضر لولا اوامر مولانا كان مات هو كمان. قالت له يعني اللي بيحصل لي ده واللي بشوفه من الجن خدام المقبرة؟ قال لها ايوه انا عرفتك وانت ادرى بمصلحتك. نعمة بقت مرعوبة من اللي سمعته وبقت خايفة على ابنها اكتر، وبقت طول ما هي قاعدة لوحدها تسمع اصوات غريبة، اصوات عيال بتعيط، وكمان بالليل بقت تحس ان في ناس بتحدف الباب بالحجارة، ولما كانت بتفتح ما كانتش بتلاقي حد. لحد ما في يوم قالت تروح للشيخ خضر يشوف لها حل. دخلت البيت وقعدت قدامه وحكيت له على كل اللي بيحصل معاها. الشيخ خضر بص لها وفجأة ملامحه اتغيرت وقال لها جالك الراجل العجوز؟ قالت له مين الراجل العجوز؟ قال لها محدش بيغصب حد على حاجة وانت الطمع جواكي، امشي من عندي وما ترجعيش هنا تاني، ويوم ما يجيلك الراجل العجوز خد ابنك وروحي بلد تانية. نعمة فكرت تبيع البيت وتاخد ابنها وتروح بلد تانية علشان تهرب من اللعنة دي. رجعت بيتها واخدت سعد في حضنها ولسه هتنام وكانت سايبة باب الأوضة مفتوح. لمحت حد واقف في الصالة وبيبص لها، سابت سعد على السرير وخرجت تشوف مين. راحت ناحيته لقيته نزل على السلم بسرعة. نزلت وراه وبتقول مين؟ ما ردش عليها. سمعت صوت باب البيت بيتفتح، نزلت لقيت باب البيت مفتوح لكن مفيش حد. طلعت علشان تنام جنب ابنها لكن شافت هيئة نفس الشخص مرة تانية. بطلت تجري وراه وهي شايفاه بيتحرك في كل حتة. طول الليل كانت مرعوبة لحد ما طلع النهار ولقيت محسن بيخبط عليها وبيقول لها المقبرة اتفتحت وهتاخد نصيبك، مولانا بعتنا اجيبك. راحت مع محسن للبيت اللي فيه المقبرة. مولانا قال لها وشك حلو، الحاجة هتطلع وكل واحد هياخد نصيبه.
قعدوا في أوضة تحت الأرض لحد ما العمال يخلصوا. نعمة حكت له إن بدأ يظهر ليها جن. رد مولانا وقال لها المقبرة دي حراسها جداد، أول مرة تعصلك في إيدي شغلانة زي دي، بس اللي أنا خايف منه إن حراس المقبرة دي ما يسيبناش في حالنا، ده أنا لحد دلوقتي خسرت يجي 10 رجالة. قالت له ما تعرفش حاجة تبعد أذاهم عني وعن ابني؟ رد وقال ما دام دقت خيرهم يبقى هتدوق شرهم، وانت ونصيبك بقى. وهم قاعدين بيتكلموا فجأة لقوا الأوضة بدأت تندع مية، والمية زادت. مولانا بدأ يعظم ويعمل إشارات بإيديه. كانت دي الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الجن حراس المقبرة علشان يوقفهم، بس المرة دي الموضوع كان مختلف. بدأت الحجارة تنزل من سقف البيت. نعمة جريت خرجت من البيت، وهي خارجة شافت الشيخ خضر داخل البيت. ما اتكلمتش معاه، بس لما وصلت بيتها لقت مصيبة. النار مولعة بيتها والناس عمالة يطفوا النار، لكن مفيش فايدة. النار أكلت البيت كله. بتبص فوق البيت لقت نفس الشيء اللي كانت بتشوفه كل يوم في البيت ويخوفها، وكان مبتسم قوي كأنه انتصر عليها. كانت نعمة زعلانة قوي على فلوسها اللي هي حوشتها واتحرقت في النار. طبعا ما قدرتش تقول لحد على المبلغ اللي هي محوشاه. مفيش حد بقى قدامها غير مولانا علشان يقف جنبها في المصيبة دي. راحت له سألت عليه محسن، قال لها مولانا جوه، بعنا الحاجة والنهاردة آخر يوم لينا هنا. دخلت لقت مولانا قاعد حزين وبيقول لها كل شوية العدد بيقل، الشيخ خضر مات، وقع على راسه حجر جاب أجله. نعمة قالت له أنا بيتي اتحرق ومبقاش حيلتي حاجة، اديني نصيبي وخلينا امشي. رد عليها وقال لها هجيب لك اللي فيه القسمة ونمشي كلنا من هنا. فتح صندوق وخرج منه مبلغ كبير علشان يديه لنعمة، بس اللحظة اللي اتفتح فيها الصندوق رجعت الصخور والحجارة تقع. جريت نعمة ناحية البوابة علشان تخرج، لقيتها مقفولة. محسن قال لها شكلنا هنحصل الشيخ خضر وهنموت هنا. فضلت تحاول تفتح البوابة لكنها وقعت في حفرة، وهي بتقع في الحفرة سعد فلت من ايديها ومبقتش قادرة توصله. فضلت تندى عليه وهو بيزحف علشان يجيلها، لكن ملحقتش. شافته وهو بيموت قدامها لما وقع عليه حجر هرس دماغه. فضلت تصرخ وتعيط على ابنها. اغمى عليها وقدروا يخرجوها من تحت الانقاض، ولما خرجت اعترفت على نفسها بكل حاجة واتسجنت هي ومحسن. لكن مولانا هرب ومحدش عارف عنه حاجة. قضت مدتها في السجن وخرجت، وهي دلوقتي قاعدة في دار مسنين علشان ملهاش مكان تقعد فيه. وهي دي نهاية قصتنا النهارده.